بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم البنات؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وبصحة جيدة. انا بخير والحمد لله. شوفوا البنات، عندي مدة ما درتش معاكم فيديو، عدنا والعود احمد. شوفوا غبت عليكم اليوم، عندي ظروف في الغالب. اليوم جيت لكم بهذا الفيديو مناسباتكم، ان شاء الله تدوا افكار، خاصه اليامات مقبلين على شهاده البكالوريا. نتمنى لهم النجاح كامل. ربي ان شاء الله نسمعوا ان شاء الله صغاريت في كل بيت. ونفرحوا معاكم وبالتوفيق ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله للطلاب كامل اللي يعقبوا الباك. ربي يفرحهم ان شاء الله. المهم البنات لهنا، اول حاجه جيت لكم بها لهنا، شوفوا جبت لكم جديد، وان شاء الله نجيب لكم غير جديد. توزيعات هذا نديروهم ان شاء الله في مناسباتكم افراحكم. انا درتهم يعني للخطوبه كما راكم تشوفوا، ندير فيهم بنتي لهنا. جاو هايلين البنات، ها هما ديرهم في الدار على نظافة يديك، وفي نفس الوقت توفري عليك كي يعني كلش غالي دركا، تخدمي حاجه في دارك خير. المهم البنات نبدا لكم على بركه الله، بسم الله. نبدا لكم هنا بالتوزيعات. هنا هذه بنتي دير فيهم، جابت القطايف كما راكم تشوفوا، تحطوا في المقله وتجيب الزبده. المهم هنا حسب الكميه اللي راح ديريها، مثلا عندك 20 عبد، 15 عبد، 10 عباد، المهم انت حره. كميه القطايف في المقله، حطت فوقها الزبده، حمصتها مليح كما راكم تشوفوا. هنا عندنا الزبده تاع لابيل. ها هي حطت مقدار قولوا مغرفه البنات، وتحمصها مليح مليح. ها هي حتى تتحمص مليح البنات، ومن بعد وهنا بعد ما يعني تحمصت كما راكم تشوفوا، تجي مفتفتة هكا وتجي محمصة على الكيف. ضفت لها شوكولا غوستو تاع البيستاج. وهنا كما راكم تشوفوا هذه الشوكولا تاع دادا، قطعتها قطع صغيرة، حطيتها ذابت على حمام مائي. في الاخر المهم هذا نتاع شو اسمها، تاع الفخار، هذا الغرافة كما نقولوا احنا. حطت كسرونة لتحت تغلى مع الماء، وحطت الماء في الكسرونة يتغالى، ومن بعد البنات ضافت الشوكولا هذيك في الغميقة وخلتها حتى تذوب. جابت المول تاعها تاع السيليكون كما راكم تشوفوا، جابت شيطة وتبدا تدهن بالشوكولا هذيك، وتحط المول هذا تاع السيليكون في المجمد حتى تحكم الشوكولا هذيك روحها، وتزيد تعاود لها 3 مرات ولا 4. وكي حكمت البنات هذيك الشوكولا طبقة هذيك تاع الشوكولا روحها مليح، جابت هذاك البيستاش هذاك اللي مخلط مع القطايف هذاك اللي كانت حمصاتو، وحطاتو فوق الشوكولا هذيك. فهمتوني؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوني. المهم وذيك الجهه البنات تاع البيستاش مع الشوكولا الاخرى تاع البيستاج هذيك اللي قلت لكم خلطتها مع الكنافه هذيك، والاخرى الجهه الاخرى درت فيها شوكولا جوز مرحي، ومن بعد زدت تغلفت بالشوكولا هذه كما راكم تشوفوا تاع دادا. هاي الشكل تاعها البنات. نحيتهم بعد ما بردوا في السيليكون هذاك، وهاي كيفاه تنحيهم وجاو هايلين يا البنات، صدقوني روعه روعه. هاي شفتوها؟ شوفوا لي كيفاه جات. المهم البنات، ومن بعد المهم تزيين موتيف هذا نتاع الخواتم كما راكم تشوفوا. انتم حرين يا البنات، كما قلت لكم مناسباتكم افراحكم، وش عندكم باكا الاخر نجاح تاع الباك، عندكم مثلا اي حاجه حفله هكا، ولا المهم طهور، انتم حرين تحبوا يعني تزينوا تزيين اختياري. فهمتوني؟ هاي كيفاه تقفل فيهم على عينيكم يعني. أنا والله صدقوني ما قعدناش خلا هناك، ودرت لكم يعني الاخرى فيديوهات، وقلت نشارك معاكم. بما انه مقبلين على شهادة البكالوريا، نتمنى ان شاء الله نسمعوا الزغاريد في كل دار ونفرحوا معاكم ان شاء الله. المهم شو المهم تدوا افكار. ان شاء الله راح تستفادوا من هذا الفيديو. جبت لكم شوربه، جبت لكم
شخشوخة تاع الظفر، مناسباتكم، افراحكم، كونت. المهم شوربة تاع 20 شخص، تدو فكرة. كل مرة نجيب لكم يعني هكا كونتيتي، يعني تاع مثلا تاع 30 شخص، تاع 10 اشخاص، تاع 20 شخص. لمناسباتكم، افراحكم. المهم تبعوا الفيديو الاخير وان شاء الله راح تستفادوا، وربي ان شاء الله يدوم علينا كامل الافراح، ونسمعوا ان شاء الله الزغاريت الايامات هذه في كل بيت. المهم طرف تاع اللحم غسلتهم مليح، حطيت غميقه تاع شوربه تاع بصل مغرف كما راكم تشوفوا، تاع ملح، ولا ربحوا ان شاء الله كامل. شوفوا البنات والله صدقوني كي تحبوا ديروا الشوربه ولا ديروا مثلا اي حاجه، يعني المناسبه هكا تبيتوا يعني هكا اللحم تبلوه مليح وتغسلوه يبات ليله كامله باه يجيكم بنين كيما يديروا العزايز تاع بكري. المهم شوفوا البنات بعد ما درنا هذاك البصل والاخر، نجيبوا الكزبر، ها هو نديروا 2 مغارف ما بين سواء تاع كزبر، نزيدو نجيبوا فلفل احمر حار مع فلفل عكري مخلطينه، نديروا 3 مغارف، نص مغرف كما راكم تشوفوا فلفل اسود، ونديروا 3 مغارف عكري وفلفل حار احمر مخلطين، فهمتوني. بالنسبه للزيت، الزيت نديروا البنات خاطر مشحمه، نديروا مقدار 6 مغارف ولا 7، لانه مشحم كي يكون مش مشحم راكم ديروا اكثر، ديروا 7 مغارف، متشوفوش. مهم 7 مغارف تاع الاخر كي يكون مش مشحم ياسر، وكي يكون مشحم ديروا 5 برك مغارف، فهمتوني. هنا ضفنا 2 مغارف طماطم مصبرة تاع الحارة معبين سوا. ثاني درت 2 كعبات طماطم تاع كعب ريحتها، ودرت الهريسة، طبعا الهريسة يا اخي ما تخطاناش في الشوربة، يعني عندكم النعناع اليابس لازم تروحوا تمحوه فوق هذا التتبيلة كاملة. الكونتيتي هذه قلت لكم البنات نتاع 20 شخص، يعني مناسباتكم تكون مثلا نجاح ولا الاخر ديروها طيبوا في داركم، يعني نظفت يديكم. انا شوفوا كل شخص انتو كنتوا نظفتوا يا البنات على يعني على عينيا يعني، وشوفوا خاصة الخل ما يخطانيش، راه نغسل به كل. شوفوا هنايا البنات هذه كونتيتي تاع 20 شخص، شخشوخة تاع الفر يتباع يعني مش مخدومة، يعني فهمتوني تاع الماشينة. شوفوا مع ريحة البصل، ها هو نجيبو حنا الغميقة هذيك تاع الشربة نبداو نكيلو بها. هي غميقة تاع شربة تاع بصل مرحي مع الثوم، ثاني نقولو غميقة معمرة سوا، الثوم ثاني فلفل حار. المهم الهريسة نديرو مغرف، نجيبو مع الطماطم. هنا عندنا هذه الطماطم الحاره بوكيلو، نحو منها نص تاع نص رطل كيما نقولوا حنا وخلاص. ها هي هكا البنات، ونجيبو طبعا الكزبر، نجيبو 2 مغارف كزبر كما راكم تشوفوا، نزيدو لها 2 مغارف فلفل حمار حار يعني عكري مخلط مع فلفل احمر، ها هما هكا. ونجيبو نص مغرف فلفل اسود، هاي هي يعني الحق شخشوخة توقف على الهريسة ما نسوها، الهريسة ضفت البنات مغرف. المهم ونجيبو لهنا ديما نديرو هذيك اللمسه تاع شويه سكر بين يدينا كما نقولوا حنا. لهنا عندنا الملح ولا الربح تربحوا ان شاء الله كامل. ها هي مغرف بومبي، ها هي نزيدو لها نتشا برك. المهم ونجيبو الطماطم ولا الطماطيش ملحيه، ها هي البنات طماطم مرحيه. ها شوفوا نقولكم الطماطم عادي يعني مش محتم، ديروا نص رطل، ديروا قريب كيلو كيما نقولوا هكا،
انا واش درت الحق تاع ربي، درت هي ديروا قطع الطل، انا درت نص الطل. ها هو ونخلط وندخل يدي مليح البنات. الزيت ما ننسوش الزيت، الزيت نجيبو. شوفوا البنات حنا درنا المكونات كامل، دركا نجي نزيد ندخل يدي كيما راكم تشوفوا، وندخل المكونات كامل في هذاك الكويس، فهمتوني. ها هو شتوا البنات هكا ندخلو مليح هاك التوابل هذيك، البصل الثوم. هي شوفوا الشخشوخه تحب الثوم مش كيما الشربه، فهمتوني. كثروا فيها الثوم على قد ما تقدروا. ها كيما هكا وبيتوها ليله كامله في الثلاجه الصباح كي تحبوا تقلوا قلوا مليح برك. شوفوا هنا يكون عندكم غدا مثلا، نوضوا بكري على جويه 5 4، صلوا صلاتكم وبداو قلوا كلش على القلي حتى تخرج الزيت كيما هكا ندام كيما نقولوا هنا، فهمتوني. مهم البنات كما قلت لكم نوضوا بكري قلوا مليح حتى يخرج هذاك الوجه تاع ليدام باه تجيكم الشوربه تاعكم. ولا يلا شوفوا لي هنا لاصوص كيفاه جات على الكيف. المهم شوفوا البنات، المهم ما صورتش كلش، عندي دي سباس. شوفوا بالنسبه للشوربه ديروا بول هذاك تاع الحليب وحتى 3 مغارف اخرين تاع فريك. قلوا مليح ومرقوا بركه، ومن بعد وربطة تاع دبشة ولا ماء كزبر مع الكرافس مع شوية نعناع وقلوا برك. شوفوا المهم هنا مقطعي البنات راني ما صورتش خلاص، وعندي لي سباس مرة جاية ان شاء الله نزيد نصور لكم.